أنا نواف من السعودية. إذا تبون تعرفون عن مشهور الروبيان دخلوا على اليوتيوب وسووا شير وسبسكرايب ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيان جلوس. احنا بنكلمكم النهارده من ابو ظبي، بس احنا رايحين فين؟ رايحين دبي. ليه بقى رايحين دبي؟ في صديق لينا من المملكة العربية السعودية بيتفرج علينا على شواحة، بعت لنا دعوة. هو اصلا كمان من ايه يعني بيتابعنا من زمان، من اول ما ابتدينا. دي حاجة تبسطنا وقعد بعت والله. لنا كذا مرة بس احنا مش عارفين نروح للسعودية، فهو جه. فدي حاجة تبسطنا جدا ان اخواتنا من المملكة العربية السعودية يكونوا بيتابعونا، وكمان يقدموا لنا دعوة ان احنا نروح عشان يورونا المطبخ السعودي شكله عامل ازاي. عبد الرحمن دحوم وجه لنا الدعوة، هو السعودي قاعد في دبي، فاحنا نطلع من ابو ظبي نروح لدبي عشان هيعمل لنا ايه بقى؟ مشخول روبيان. دي اكلة سعودية المفروض، انا مش عارفها. مشخول روبيان هو رز مع جمبري، الروبيان طبعا هو الجمبري. يلا بينا بقى يا جدعان نطلع على دبي ونوصل عند عبد الرحمن ونشوف ايه اللي هيحصل. هما كلمتين جوا قلبي ليك حبيبي بحبك، لو في عمري يوم نفسي اعيشه ليك حبيبي بحبك، حن عاللي داب نسيه العذاب. قولي بحبك، قولها ياللي بحبك، قولي. طبعا احنا وصلنا دبي الحمد لله، عند نواف طبعا الاول معلش، وابو نواف عبد الرحمن دحوم من السعوديه. استضفنا عنده هنا النهارده في دبي وهيعمل لنا مشغول ربيان اليوم ان شاء الله. مشغول الربيان، يعني بالمصري عندنا الرز بالجمبري بالطريقه السعوديه. اي نعم، رز بالجمبري بالطريقه السعوديه، اسمه العلمي مشغول روبيان. طبعا هذا مشهور عندنا في الخليج تمام. بصفه عامه، ما هو بس عندنا في المنطقه الشرقيه، حتى في الخليج مشهور انه مشهور ربيان. انت المنطقه الشرقيه دي اللي هي ناحيه ايه؟ اللي هي بقى؟ الدمام، الخبر، الظهران، الحسا، كلها هذه المنطقه الشرقيه. تمام. انت منين بقى تحديدا؟ الحين من الحسا. الحسا. أي. بنوجه احلى تحيه لكل شباب الحسا. شير بقى الفيديو كتير يعني، ها ما يعني سهاتوا قريبكم يعني يا جماعه، مش كده؟ حبيبي. واحنا هنعمل عمرة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حبيب عبد الرحمن دحوم. طبعا عبد الرحمن دحوم، الدحوم نيك نيم في الواتساب، لكن ما هو فاميلي نيم. هذا النيك انا نيم. مش قلت لك اسم الراجل ايه؟ قلت لي عبد الرحمن دحوم، عملنا له الانترو ده. ما هو بيبعت لي طلع لي في الاول دحوم فسيفته دحوم. يعني دحوم ده مش اسم العيله. لا مش اسم العيله. طبعا انت عندكم عبد الرحمن، عبد الله بتسمونه اظن عبدو. احنا لا، طبعا عبد الله عبدو دحوم، بس عبدو ما هي مشهوره مره يعني. يعني دحوم دحوم ايكوال عبده. واحنا هنمشيها النهارده طول الفيديو ابو نواف. احنا معاك يا كبير. هنعمل ايه بقى النهارده؟ انت ليه طيب. قطعت الاشياء؟ عشان نسهل الموضوع ونسرع الموضوع. يا باشا ما حنفي معانا ليه؟ ربنا يخليك مش والله. عايزين نتعب حنفي راقد. حنفنا بحبيبنا. قول لي يا كبير. طيب طبعا احنا عندنا الربيان تمام. مسلوق نص سلقه. ده مسلوق. ايوه. ماشي. قد ايه وقت على النار؟ 5 دقائق بس. 5 دقائق. 5 دقائق ليش؟ لان الربيان عاده ينزل ميه مع الطبخ، صحيح. فعشان نختصر السوائل اللي تطلع سلقناه شوي. ميه وصفيته بعد. اي بس ميه وصفيناه. تمام. عندنا بصل، طماطم، كزبره، شبت، قرون فلفل اخضر، عندنا الثوم. توم. تمام. طيب الشغله هذه راح تدخل طبخ. تمام. الشغله هذه نشتغلها بارد، بعدين شغلات مفتحات شهيه. سلطه. ايوه. شفت قال لك مفتحات شهيه. احنا مش محتاجين حاجه تفتح لنا شهيه يا عبد. طبعا في شغلات بتكون في بنسوي سلطه خيار مع لبن. اللي هي عندنا في مصر سلطه الزبادي بالخيار. ايوه زبادي بالخيار والنعناع، وبنسوي دقوس اللي هو السلطه الحاره. تمام. بس ما راح نسويها في خلاط، راح نسويها على السكينه، حنفرمها فرم على السكينه. تمام. عشان تكون فريش بس الاكل اللي احنا عاملينه ده سعودي يعني. سعودي. وبنسوي سلطه تركيه حاره. تمام. طبعا فيها طماطم وخيار وبصل ابيض، وفيها فلفل احمر حار وليس بارد. بص الراجل مجهز لك كل حاجه، يعني مش هتعمل حاجه خالص النهارده. لا هنقطع الدقوس. هو ده اللي خلاص عندك. ايوه عندك انت. خلاص يا كبير. طيب. هنعمل ايه بقى؟ نبدا بايه؟ فالحين تبي نبدا، راح نبدا نعاير الرز بس. تمام. انت الرز اللي هتستخدمه رز بسمتي. بسمتي نعم. يا خسرتك يا قلبي في الجرح وفي الاسى، يا خسرتك. شويه ملح وشويه خل، وننقع 10 دقائق عشان الحبه شوي تنفش وتصير بيضة. خلي هذا على جنب.
10 دقائق لين ما احنا نحضر، ربع ساعه لين ما نحضر بقيه تمام. البهارات انا شايف خمسة الربيان. انا شايف بقى كميه بهارات لا باس بها بقى، عايزك تفهمنا واحده طبعا واحده. بهارات مهمه. عندي بهار مشكل كبسه. بهارات كبسه يا جماعه دي بتهيألي موجوده في مصر عادي، موجودة بهارات في كل الكبسة. مكان. ده فلفل اسود، فلفل اسود، هذا كزبره، كزبره ناشفه، كمون راح نحط ملعقه كامله. معلقه كمون كامله عشان ده جمبري، عشان ده روبيان. دائما السي فود تحب الكمون. ده جنزبيل. هذا زنجبيل بنحط يدوبك ربع. باقي شطه الحمراء، هذا على حسب خيار الواحد. باقي عندنا اخر شيء وهو دخيل على الطبخه. تمام. طيب اللي هو الكاري. دي كده البهارات خلاص كلها. هذه البهارات نمكسها ونشتغل فيها على بس الربيان. انا شايف انك ما حطيتش ملح. الملح راح نحطه على حسب الشغل واحنا شغالين. تمام. نحط ونجرب. ملح ثابت ما اقدر احط صراحه ملح ثابت. يعني على حسب الكميه على مثلا حسب وعلى حسب الكميه الطعم وراح نجرب. وكده. طبعا هذا المكس البهارات جاهز راح نشتغل فيه. تمام. لانه ما راح نحطه كله الان، راح نحطه على مراحل. الحين نطلع الفرن. البوتاجاز. ايوه. فلفل. ايه ده؟ ما هذه الاشياء؟ ورقتين لورا، ورق غار، حبهان، وقرفه حبهان خشب. وقرفة. وبنحط عليها. مش عايز تقطعهم مثلا ولا لا حاجه؟ عشان ما يصير التيست حار او شيء، لان هذا يمكن سبايسي شوي. ماشي. فلفل حامي يا جماعه بقى على بعضه كده. طبعا الفلفل الحامي راح يمشي معانا حتى بعدين. ما هناخده راح بقى نشيله، بنحطه معانا، بس هنا يعطي ريحه حلوه في الرز. طيب دلوقتي دي كده بقى لها بتاع 5 دقايق. قاعد تنزل الصوص. الميه اللي بتاعت بتنزل من الروبيان. لو احنا ما سلقناه كان بيطلع ميه ربيان كلها هنا زحمه بتخرب علينا الطبخه. ترى يبغى لها بس 10 دقائق راح نطفي عليها. راح ننزل ايش؟ ده الكزبره. كزبره خضراء. يعني احنا حطينا كزبره ناشفه في البهارات، كزبره خضراء دلوقتي يعني. طيب وبنحط ايش؟ بنحط الشبت. دول حوالي قد ايه مثلا؟ نص حزمه مثلا؟ هذه ربع، وهذه يمكن اقل من الربع. هذه حاجه بسيطه، لان طبعا الشبت ريحته قويه فما نحط منها كثير. تمام. الكزبره ربع حزمه. ربع حزمه، ونقول ان الشبت اقل من الربع، حاجه بسيطه. ايه الالوان دي يا شيخ؟ ايه ايه في ايه؟ دي حزازات. حزازات؟ اسمها ايه؟ حزازات. حزازات. ده انا جايب منهم الوان كتير قوي. في واحد صاحبي اسمه زياد في اسكندريه هو اللي بيعملها. طيب نعطي تيست للرز بس بسيط. ايه بقى؟ بسم الله. ايوه. انا احب الحاجات دي. ناخذ شويه من الزعفران المطحون. تمام.
ده بتسيبه شويه، لازم تسيبه شويه كده اي خليه شوي يحل، ينزل بعدين فوق على هننقل بقى دلوقتي الجمبري من هنا لهنا. اي عشان نحط طبقات. اوكي. دلوقتي هتنزل نص كميه الرز بس. نزل نص كميه الرز. عليها تقريبا ربع ساعة 3 ساعات. ربع ساعه على النار هاديه، ما تطفيش النار. على نار هادية، هي شغالة على واحد. دلوقتي هنعمل السلطه. ها هذه دي سلطه الزبادي دي. هاي صارت زبادي. قطعنا الخيار وقطعنا البقدونس من خيار من غير اللب، خيار من غير البذر اللي جواه. من غير البذر اللي جواه. ليش؟ عشان ما يعطي ايش؟ مرارة. ما يعطي لا ما يصير يعني يعطي يعني مية زيادة في تمام. دلوقتي هنحط صماق كده زينه يعني ولا ايه؟ ايوه يعطي حموضة حلوة. كذا خلصنا من هذه الاثنين. يتحطوا ثلاجه ولا خلاص بره؟ نحطها في الثلاجة بعد شوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هذه سلطه تركي. يعني هي سلطة تركي بس يعني في سلطه خضراء حراقه تعتبر تقريباً. لو هنتكلم على المصري. بصل ابيض. تمام. والفلفل هذا طبعا فلفل رومي احمر حار وليس فلفل رومي بارد. تمام. طيب طماطم يكون شوي بسيط. تمام. والخيار. تمام. حلو. ده مريحك على الاخر، بص مجهز كل حاجه. مبسوط والله العظيم. احنا هنيجي نصور عندك على طول. هذا بننزل معاه بابريكا، وابغى خل. الشطه الحاره. طبعا خل راح يجي الان. وبعدين سنه كمون. تحط اي خل او وعايز خل وعايز زيت زيتون. هذا سكر. دلوقتي بقى الحين نجي على الدقوس. الدقوس. اسمه ايه؟ الدقوس. الدقوس. طبعا احنا عملنا الدقوس ده قبل كده في حلقه الكبسه مع خالي سيد الله يرحمه، هو توفى الله من 3 شهور كده، وسمبوسك مع ماما. طبعا هو كان عامل لنا الدقوس على طريقته. هتعمله لنا بقى انت على طريقتك كده، وكل اللي بيتفرج علينا يعني يدعي له بالرحمه يعني. ادعوا له. الله يرحمه. الله يرحمه الجميع. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الان راح نفرم كل شيء فرم. تقطيع ناعم يعني. لبسنا هذه بس عشان ايش؟ عشان الفلفل. عشان مو الفلفل بس، عشان الثوم. توم كمان. ده بقدونس. هذا كزبره. كزبره خضراء. طب ايه المانع انك تحطها في الكب على طول تخلص؟ ديت بيبقى لسه الانجريدينتس بتاعتها فيها، فاهم؟ انا ابغى فيها حتت. عطني شطه. كمون فين؟ ملح، شطه، كمون. ايه ده صلصه؟ ده هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين طقم السلطات يفتح النفس لوحده من غير اي حاجه. وهو ما سماهاش سلطات في الاول، هو سماها ايه؟ انا عايز افتح شهيتي بس بعد. يعني احنا محتاجين بقى الاطباق والمعالق كده. شكرا يا استاذ نواف على الاستضافه الجميله دي. شكرا يا عبد الرحمن حبيبي حياكم الله على مكانكم ومحلكم. الله يخليك يا كبير. طبعا يا جماعه زي ما متعارف عليه في الاكل في منطقه الخليج العربي التراديشنال يعني ان هم بيحطوا الاكل ده في الارض
صحيح على الارض، وبياكلوا بالايد باليد. بس تغيرت الدنيا طبعا اتغيرت. مش كل الناس يعني عبد الرحمن اللي بتكلم معاه بيقول لي انا ممكن اكل على الارض، بس يعني مش هاكل رز بايدي، بحب اكله بالمعلقه مثلا، بيبقى بالنسبه لي اسهل يعني. فزي ما احنا عارفين ايه، الدنيا كلها بتتطور. احنا حتى في مصر كنا بناكل بطريقه، دلوقتي بناكل بطريقه، بس طبعا التراديشن ايه يا حنفي مبسوط؟ مبسوط؟ شهيتي اتفتحت. طبعا دي زي ما قلنا السلطه الحاره، اختراع. دي حراقه، دي مش حراقه قوي على فكره. لحد دلوقتي مفيش حاجه حراقه. ماشي ندوق الدجوس. بس مع الرز. احنا بندوق كل حاجه لوحدها. مع الرز يعني هنعك بقى عليه. ايوه الوضع ايش؟ عارفها، لازم تعك. عارفها يا باشا، اللي هي سنة من هنا، الزبادي اللي بيبرد يعني الاكل. ايوه، سنه من هنا وسنه من هنا وسنه من هنا. يعني انت بتحط على الرز من الخلطه نفسها. مكسي. طعمها جميله، وعلى عكس الاكل الخليجي دايما بيبقى حامي. لا هي هاديه خالص يعني. شايف ان احنا ممكن ناكل يعني ندب فيها عادي، مش هتبقى سبب ان احنا عشان مش متعودين عليها تتعبنا يعني. شكرا عبد الرحمن حبيبي، حياكم الله صراحه، شرفتونا. كنت خير سفير للمملكه العربيه السعوديه بدبي، وعندنا بقى في شواحه ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا كبير. شكرا يا نواف، شكرا انك انت يعني ايه قلت لنا نيجي لك النهارده. اعملوا لايك للفيديو وشير. لا شير وسبسكرايب. السلام عليكم. شوحها ما تطلبهاش اي فكرة، شوفها ببلاش مش هتدفع ولا فيزا ولا كاش، كل يوم في جديد من شوحها ما تطلبهاش ده اكيد.